السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. بصوا، عايزين نقول كلمتين كده أبرك من مليون كلمة عشان نخلص من موضوع الجدل البيزنطي اللي احنا داخلين فيه، وموضوع نظام الطيبات ونظام دكتور كريم ونظام دكتور مش عارف محمد الفايد ودكتور معرفش مين. احترامي ليهم كلهم طبعا، على عيني وعلى راسي وعلى دماغي من فوق. ولكن قلنا 100 مرة قبل كده يا جماعة إن مفيش نظام غذائي هو علاج للسرطان، أو هو علاج لمعظم الأورام، أو معظم الأمراض مش الأورام. لأن في أمراض ملهاش علاج غير إنك تاخد علاج من بره. لأن أنت مثلا زي الناس اللي عندها، زي الطفل اللي عنده مشكلة في البنكرياس، فعنده سكر من النوع الأول، فهو لازم ياخد انسولين. الشخص اللي استأصل الغدة الدرقية لازم ياخد هرمون الغدة الدرقية ولا هيموت. الشخص اللي شال غدة في المخ أو غدة الجر الفول الكلوية لازم ياخد علاج تكميلي، عشان لو ما خدوش هيموت. الشخص اللي عنده انسداد في شريان من شرايين القلب، لو ما فتحوش بدعامة وخد أدوية عشان ما يحصلش كده تاني مسيلات للدم، لو ما ركبش الدعامة هيموت. الشخص اللي عنده فشل كلوي والكلى بتاعته اللي بتفلتر دمه أكتر من 100 مرة في اليوم وأكتر، لو كلته وقفت عن العمل ومبقاش يخرج بول والبولينة اتراكمت في جسمه، البولينة دي هتعمل له أعراض زي الزغطة، زي التسمم، زي الهلوسة. كل ده لو ما عملش غسيل كلوي أو صلح الكلى بتاعته هيموت. الشخص اللي عنده فشل كبدي لو ما خدش علاجات مدعمة من بره هيموت. تمام؟ فأي واحد عنده مرض ادى الى فشل عضو من اعضائه وما خدش حاجه مكمله من بره تساعده، سواء علاج سواء جراحه سواء تدخل جراحي، لو ما عملش الاكشن ده هيموت. عشان بس نبقى ايه متفقين. اما بقى الانظمه بتاعت الناس المتطرفه فكريا، خلينا نقول عليهم كده، اللي هم بيدعوا الى بعض الانظمه اللي هم نفسهم لو جالهم مرض 90% مش هيعملوها، واللي عملوها اصلا قبل كده مع اهل بيتهم دول ماتوا وما قدرش يوقف المرض. يعني لو رجعتوا قصة دكتور كريم علي، ربنا يحافظ له في أولاده الموجودين دلوقتي أو في بنته عنده من أهل بيته توفوا، ما اعرفش عشان هو مرضيش يعالج ولا عشان أصلا المرض ملوش علاج. في أمراض ملهاش علاج، في أمراض لغاية دلوقتي ملهاش علاج، ولا غذائي ولا دوائي ولا أي حاجة. في أمراض لما بتيجي بتموت يعني، ومش أو مش سرطان، أمراض مناعية أو أمراض جينية لو جت للواحد بيموت. يعني هو ربنا خلق البني آدم وخلق له ساعة بيتولد فيها وساعة بيموت فيها، والساعة اللي بيموت فيها دي بيموت لسبب، من أول المرض لغاية إن أي حاجة تحصل له. المهم إن هو هيموت في الآخر، كلنا هنموت يا جماعة. فموضوع بقى اللي هو مافيا الدواء، أنا معاك لو بتفكر ان شركات الادويه دي انت تهمها بحاجه. لا، شركات الادويه دي عايزه تكسب من وراك اقصى فلوس، ايوه، تضغط على حكومات وحاجات كبيره جدا ودول ومناطق و100 الف حاجه عشان تجيب اكبر ربح، ايوه بتعمل كده. لكن هل في مرض الدواء بتاعه موجود وناس بس اللي بتاخده وناس ما بتاخدوش وحاجات كده؟ يعني صعب، يعني خلينا نتفق ان هو صعب. طيب بغض النظر عن الكلام ده كله، انت يعني انا طبعا بقى، طبعا الناس اللي هي بتقول بقى الكيماوي والاشعاعي والحاجات دي بتموت المريض والمريض بيعاني منها، والمريض بيفضل اول ما ياخد الكيماوي شعره يقع وصحته تتبهدل ومناعته تقع ويبقى عنده انيميا ومش قادر يتحرك. مين قال يا جماعه ان العلاج الاورام او اصلا السرطان بصفه عامه هو مرض سهل؟ هو مرض صعب جدا وعلاجه صعب جدا. انت لما بيكون عندك عدوى ولا عامل عمليه ولا عندك دور برد ولا كورونا ولا اي مرض بيجي من الامراض العاديه دي، انت بتعاني عشان تخف وبتاخد مضاد حيوي واحد واثنين وثلاثه عشان تخف. الناس اللي ربنا يحفظهم كبار في السن شويه لما يخش مستشفى تلاقيه بياخد 3 4 انواع مضاد حيوي بكتيريا، ولو اتساب هيموت. يا جماعه انت بتهزر يعني لو واحد عنده عدوى بكتيريا في الدم لو ما خدش دواء هيموت، يعني بلا اي نقاش. لو واحد جاله غرغرينه في رجله من السكر عشان عمال ياكل سكر وعمال ما بياخدش الدواء للانسولين ولا الكلام اللي الدكتور الله يرحمه بيتكلم عنه، رجلك هيجي فيها غرغرينه وعدوى وهتموت. يعني انا مش فاهم والله العظيم فين الدماغ، وفين الدماغ اللي بتصدق الفكر المتطرف وخلاص. يعني يروح يصدق واحد يقول لك كل سكر واشرب سجاير واعمل وسوي وكل نوتيلا وما تاكلش خضار ولا فاكهه وما اعرفش ايه، مصدقينه. ويقول لك كل لحمه زي ما انت عايز بس كل لحمه ضاني وما تاكلش مش عارف لحمه ايه. فالسكر واللحوم اللي بتغذي السرطان وتقويه وتعمل فيه ده، الراجل ده بيقول كلام زي الفل.
دكتور تاني الناحيه التانيه يقول لك امنع السكر تماما، امنع اللحوم تماما، امنع الدقيق تماما، كل خضار وكل فاكهه، وما تشربش عصير معلب، وما تاكلش نوتيلا والحاجات دي، واشرب اعشاب، المراميه والمش عارف اكليل الجبل وما اعرفش ايه. وكلام عكس بعض. واحد بيقول لك سكر لا باي كميه، التاني يقول لك لا اللحوم باي كميه لا، خضروات خضروات لا. تشوف اتنين كل واحد ماشي في اتجاه، ومع ذلك انت مصدق ده ومصدق ده. ما اعرفش ليه اللي شال الاتنين مع بعض قالوا لك ان السرطان بيتعالج من غير علاج. يعني واحد قال لك الشرق وواحد قال لك الغرب، فانت مصدقهم الاثنين. انا مش عارف انت لو حبيت تمشي على نظام فيهم هتعمل ايه؟ هتعمل ميكس، هتضربهم في الخلاط يعني في الاخر وتعمل ايه في الاخر؟ لكن ده عشان قال العلاج مش كيماوي اشعاعي وبقيه علاج الاورام، وده عشان قال كده برضه، والاثنين عجنوا بقى، ده واحد عجن يمين واحد عجن شمال، فانت صدقتهم الاثنين وكدبت الحاجه المجربه علميا المجربه سريريا على ناس كتير جدا، والناس استفادت منها كتير. طب الناس بقى اللي بتقول لي ده انا والدي كان عنده اورام ووالدتي وانا شخصيا عندي اورام والعلاج بهدلني. ايوه يا سيدي، ما انا قلت لك العلاج ده مش سهل، علاج هيبهدلك لكن هل انت بتقيس تجربتك الشخصيه او تجربه حد تعرفه على مئات والاف التجارب من المرضى؟ يعني مريضات اورام الثدي، لو الواحده اكتشفت المرض في مرحله مبكره وقامت خدت العلاج وعملت الجراحه وخدت الاشعاعي وبعد كده مشيت على الهرموني، بغض النظر عن كل حاله ان هي بتختلف من الثانيه في العلاجات اللي هي بتحتاجها، ناس زي الفل عايشين 5 و10 و15 سنه وبتيجي تتابع وعادي جدا. لو عندها شويه تعب من الهرموني فعندها نفس التعب اللي بيتعب مثلا من علاج ضغط مستمر او علاج سكر او علاج كوليسترول او اي علاج الواحد بياخده عشان عنده مشكله مستمره، مرض مزمن. فالورم اصلا خف خلاص، فانت تيجي تقول لي ده الكيماوي قضى عليا. لا يا سيدي، الكيماوي ما قضاش عليك ولا حاجه. انت كان ربنا ابتلاك بمرض في مرحله صعبه، او ابتلى الناس اللي حواليك او اللي انت شفتهم في مرحله صعبه، فالعلاج كان هنا كله يعني هدفه ان هو يهون عليك، يقلل من المرض ويزود من احتمالات الشفاء او احتمالات حتى السيطره على المرض. فكون ان المرض ما استجابش للعلاج اتهابنس يعني بتحصل. يعني ما مش كل واحد مرض بمرض معين خد العلاج وصل للشفاء او وصل ان هو اتحكم في المرض بصفه كبيره. والا يا جماعه ما كانش فيه سبب البني ادم يموت، احنا بنموت في الاخر. سرطان بقى، ضغط، سكر، جلطه في القلب، جلطه في المخ، اي حاجه يا عم، عمود نور يقع عليك، نخله تقع عليك تجيب اجلك. يعني احنا هنموت. لكن ربنا بيقول ناخد بالاسباب. طيب هل الكلام اللي بيقوله الناس بغض النظر عن هو اسمه ايه، دكتور فلان، دكتور علان، دكتور ما اعرفش مين، هل الكلام ده 100% غلط؟ لا، عمر ما واحد هيقول لك الكلام في 100% غلط. ولو واحد قال لك الكلام 100% غلط، انت دماغك مش هتستقبله. لازم يخش لك الاول بنظريه المؤامره ونظريه اللي مش عارف ايه، وبعد كده يبدا يحط لك بقى شويه كلام في النص كده يخليك الله ده الكلام ده حلو. يعني ما يعني انت وصلت انك ماشي عايز تصدق نظام واحد بيقول لك اشرب سجاير عادي. يعني ده مين ده؟ ده جابها منين؟ ده اذا كان هو الله يرحمه قال ان السجاير نفسها هتموتني، وقد كان الله اعلم هو طبعا ايه سبب وفاته، لكن اكيد لواحد كان بيشرب السجاير بهذه الشراهه اكيد كانت سبب، مش السبب ولا اكيد كانت سبب، وهكذا. فانت تروح تصدق واحد بيقول لك اشرب وكل، اشرب سجاير وكل سكر زي ما انت عايز واعمل وسوي، وتروح تصدق واحد تاني بيقول لك عكس الكلام بالظبط. بس ليه تصدقهم الاثنين؟ عشان الاثنين قالوا ان العلاج مش في الكيمياء ولا الاشعاع ولا المناعه ولا العلاجات الاورام اللي احنا عارفينها. هما الاثنين قالوا لك ان العلاج حاجات تانية غير اللي انت كده. طب الناس اللي بتقعد تبعت لي بقى ده الشيح عمل، ده القهوه عملت، ده البدنجان المقلي افاد في ما اعرفش، يا سيدي على عيني وعلى راسي. ما احنا قلنا 100 مره قبل كده ان الحاجات اللي الادويه معظمها من نباتات، وفي ادويه كتيره مستخلصه من الغذاء، وان الادويه دي عباره عن ان انت بتاكل مثلا بدنجانه فيها ماده معينه، مثلا التوم فيه ماده معينه، الكركم فيه ماده معينه، ليه اكتيفيتي فعلا ضد الاورام. ففعلا فانا بدل ما اسف 2 كيلو كركم عشان الماده دي توصل لتركيز ان هو يخفف الورم اللي عندي او يحافظ عليه، علم الادويه ده بيستخلص الماده دي ويديها لك مركزه زي ادويه كتير متاخده من النباتات. التاكسول اللي هو الكيماوي الابيض اللي الناس بتاخده في الثدي وكذا نوع تاني، ده اصلا متاخد من نبات، يعني جاي من نباتات. في انواع كتير تانية متاخده من نباتات. والنبي يا جماعه بلاش الفكر الايه، مش عايز اوصفه بوصف سيء، بس يعني ما يبقاش الواحد مسيطر عليه فكر غبي. لان لما تلاقي دكتوره مثلا مع قمه الاحترام ليها يعني داخله بالديبيت معاه في كلام، يا جماعه، يعني الواحد لما يجي يكلم ناس عاديه فهو ممكن الناس دي تكون معذوره، لكن انا اكلم دكتور يعني يكون مقتنع بنظام بيقول له السجاير عادي والواحد محتاج نص كيلو سكر في اليوم عشان مخه ياكل، وبلاش الخضار عشان ده اكل بهايم. يا عم بهايم ايه بقى؟
والله احنا فعلا احنا يعني قربنا نوصل ان دماغنا ما تفرقش عن الانعام اللي ربنا خلقها من غير دماغ. فيا جماعه ارجوكم ارجوكم، اللي مات الله يرحمه واللي عايش ربنا يهديه، حكم عقلك، خليك ورا الناس الثقه اللي انت بتثق فيهم، وبلاش تمشي ورا ناس يعني ما اعرفش هم عايزين ايه بصراحه. وفي طبعا بعض الفيديوهات لسيدات تقول لك ده انا خدت كيماوي